السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة. أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة منتخب السويس التي أقيمت مساء الأحد الماضي في دور 32 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري. ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رحلة استكشاف فريق البنك الأهلي بمشاهدة مبارياته في الدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بالجولة القادمة بالدوري، بحثا عن انتصار جديد للمارد الأحمر يقربه من التتويج بالدوري. ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التركيز في بطولة الدوري التي قطع فيها الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر الموسمين من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة. ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري لحسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية في المسابقة. ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة إلى الفوز في 4 لقاءات فقط من أصل 9 لقاءات متبقية له في الدوري من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة. وتفصل 12 نقطة فقط النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 لقاءات فقط. وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي: الأهلي والبنك الأهلي 29 يونيو، الأهلي وفيوتشر 2 يوليو، الأهلي والإسماعيلي 5 يوليو، الأهلي والاتحاد 8 يوليو. يبدأ فريق الأهلي اليوم الاثنين التحضير لمباراته أمام البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري، دون الحصول على راحة سلبية بعد الانتهاء من مباراته أمام منتخب السويس الأحد الماضي في دور 32 لبطولة كأس مصر. ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لفريق البنك الأهلي للوقوف على أسلوبه في اللعب وتحضير الهجمة ووضعيته في الحالة الدفاعية وأبرز اللاعبين في صفوفه من أجل تحديد الخطة التي سيلعب بها مباراته القادمة في ظل رغبته في مواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري على أمل حسم الدرع مبكرا في ظل حاجته إلى 12 نقطة ليتأكد من التتويج بالدرع 43 في تاريخه بشكل رسمي. على الجانب الآخر استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم عقب الراحة لمدة 24 ساعة التي منحها بابا فاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب الفوز على طلائع الجيش في دور 16 لمسابقة كأس مصر، ليضرب فريق البنك الأهلي موعدا مع بيراميدز في دور 8. وتأهل فريق البنك الأهلي إلى دور 8 في بطولة كأس مصر عقب فوزه على طلائع الجيش بركلات الجزاء 8 أهداف مقابل 7 أهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتعادل البنك الأهلي سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري. بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلي الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 في المركز 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري. ويدخل النادي الأهلي مباراة البنك الأهلي وهو في المركز الأول
ويتربع على عرش أندية الدوري برصيد 65 نقطة. بعد أن لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر أي مباراة. ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم برصيد 48 هدف، كما يعد الأهلي الأفضل دفاعيا، حيث اهتزت شباكه ب7 أهداف فقط، ولا يزال لديه عدد من المباريات المؤجلة. أما نادي البنك الأهلي فيدخل مباراة الأهلي وهو في المركز 11 برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر في 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدف، واستقبلت شباكه 37 هدف. ويأمل البنك الأهلي في الفوز على الأهلي ليحسن من موقعه في جدول الدوري، ويعوض تعادله بدون أهداف مع الاتحاد السكندري في الجولة السابقة. ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في 9:30 مساء الخميس القادم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، شكرا لكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.